بيبدأ فيلمنا مع وولفرين واللي بيكون نايم في عربيته في احدى الاماكن، وبيصحى فجأة على صوت ناس بيسرقوا كاوتشات عربيته وبيحذرهم انهم يمشوا يسوقوا. بس طبعا في واحد كده مش بتبقى فارقة معاه وبيضربه بالنار، بس طبعا وولفرين بيقوم تاني عشان عنده قدرة الشفاء وان هو يقدر يقتلهم كلهم. فجأة وولفرين بيقدر يموت فيهم واحد ورا التاني لغاية لما بيخلص عليهم خالص. بعد كده بنشوف وولفرين بياخد عربيته عشان يمشي من المكان. بعد كده وولفرين بيقدر يروح على بيته عشان يتخلص من الطلقات اللي اخدها في المعركة، وبنكتشف اصلا ان وولفرين كبر وعجز وساب شغل الابطال الخارقين وبقى يشتغل سواق. وفي يوم وهو بيوصل واحدة العزا لقى واحدة بتنادي عليه من ورا وبتقوله انها محتاجة مساعدته، بس وولفرين للأسف ما بيعبرهاش وبيسيبها ويمشي عشان يروح يركب عربيته. والست بتمشي وأثناء وهي ماشية بالعربيتها وولفرين بيلمح بنت صغيرة راكبة في العربية. وفي مرة واحد بيدخل عربية وولفرين وبيعرف عن نفسه عن إنه ضابط قوات خاصة، وبيقول له الضابط إن هو عارف هويته وإن هو وولفرين، وبيقول له إنه هيسيب له الكارت بتاعه عشان محتاجه في مهمة خاصة. وطبعا وولفرين بيطنش الكلام ده كله